هو المقر ديال دي اس تي يكون بزخرفه عالميه، والبيرو ديال رئيس الحكومه يكون كبير واعر. حنا عندنا اكبر برج في افريقيا. رسالتي لهاد الناس، هذه ماشي هي الوطنيه، هذه راه سميتها الشوفينيه المطلقه، وهي حاله مرضيه ديال التعصب الاعمى بلا منطق. راه كلنا مغاربه، ملي تنهضروا على قضايا المغرب العميق، المغرب المنسي في الجبال وفي القفار، ماشي تنوض مباشره تتهمني انني عميل وانني كيخلصوني الكابرانات ولا انني كنشوش على انجازات المغرب. رساله لهذا الجيش الالكتروني، بارك ما تخباو ورا الوطنيه الزائفه، لانكم مهما مجدتم ومهما حاربتم اي واحد كينتقد بالعقل وبالمنطق، ما عمركم غطلعوا كراد ولا غتزاد فيكم شي حاجه. والتاريخ تيعاود لينا على اوفقير وعلى دريس البصر اللي كانوا اكبر زلايجيه في تاريخ المغرب، ورغم الحب المطلق ترماو رميه ديال الكلاب، طلعوا تاعيه وتخبطوا تحسبوا سنانهم مع الارض. خذوا غير مثال من يوسف الزرواني، باريس كامله وشونزيليزي تسارى بها بالراي، وفي غلطه وحده صيفطوه يضرب البيدان سيفتو لها الجوج، وقالوا لي ديك جمعيه الشباب الملكي ترعاودها لهم. كلنا مغاربه وكلنا كنبغيو بلادنا وبغينا نزيدوا لقدام، فبارك ما نخونوا بعضياتنا وبارك ما نزلجوا بعضياتنا. هذه هي، خلي الناس اللي راهي طالب بحقها طالب بحقها بسلميه، وما كان ما دخلك، والتاريخ راهو يسجل، والفيديوهات كاينين، ووسائل التواصل الاجتماعي كاينين. والله العظيم غير رايحين يفضحوكم ونعاونوهم، اقسم بالله غير لا فضحناكم، غير نديروا عليكم فيديوهات، نديروا عليكم لايفات، نديروا عليكم للناس هذوما للزلايجيه اللي سماهم الزلايجيه، هذوما العياشه الكلاب المرخص اللي تابعين النظام المخزني الكلب والعامل الملكي الكلب. خوتنا هذا الشاب اللي كنتو تفرجوا فيه الاغلبيه داين عليه واحد النظره تاع فكاهي ولا يتبهلل، ولا هذا كي كان عايش في المملكه مسكين كان عارف باللي لو كان يحل فمه ويتكلم الحقيقه لربما يقتلوه. ولهذا مسكين هذاك الضغط كان يفوت تبهليل. نهار اللي هرب من المملكه راه مانيش عارفو راه متواجد حاليا، راه في تايلاند ولا مانيش عارف وين مشى. حمى نفسه واختار مكان باش يتكلم كلام الحق، هاو كله يتكلم سيريو مثقف وانسان عنده في الراس. يعني كان يتبهلل كي كان متواجد في المملكه، وبزاف ناس تعرفه. خويا شاقوره مرحبا بك. السلام عليكم، واش راكم خوتي؟ لاباس؟ السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. كيفاش؟ والله السلام عليكم. الحمد لله. والله غير بالك 27 فيها خير ان شاء الله. الله غير بالك فيها خير ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. وشنو ما نكثروش، لازم ما نكثروش الدوران حنايا باش ما يقولكش هم الجزائريين يحرضوا، فهمت؟ والله يا شاقور اخويا راني نتكلم واحد الكلام تاع ضمير بيني بين ربي. اقسم بالله العلي العظيم ما كرهتش انه تكون قدامنا جمهوريه، ما كرهتش انه يحاربوا التطبيع، ما كرهتش انه يحاربوا الكيان الصهيوني. اما قضيه تاع فتنه ولا قضيه تاع حرب اعلاميه ما بين زوج دول مسلمه كانت عندنا مع مصر، شفنا واحد الانفلاتات مع تونس بصح ما تطولش. يعني هاد المشاكل كاينين، بصح كي يكون فيها الكيان الصهيوني ويكون فيها هاد الامور ما تحبش. ماذا بينا والمراركه بحد ذاتهم يعرفوا اذا ناضوا مظاهرات واذا اشتد عليهم الامر ما كانش ملجا خير من الجزائر. راهم عارفين باللي الجزائر الدوله الوحيده اللي تنصر المظلوم والدوله الوحيده اللي ما تخونش. هذه ما من المراركه يعرفوها. ولهذا انا والله الا مبارك هاد المظاهرات هذه. وانا مانيش نقول للمروكي كيما راه يوهمه المخزن نقول له روح قسم بلادك، ولا ما كانش اللي يكذب عليك، بلادك راه مقسمه ما يحشيوها لكش بتاع المملكه ديالك كتعرض للتقسيم، وعندك قضيه وطنيه ديال استرجاع الاراضي. يكذب عليك كاذب. انت بلادك تقسمت ويا منعاش. انت بلادك الله يرحمك ويسع عليك. يعني اذا نضت مظاهرات ووقفت على انت تما غادي تنقذ بلادك، نقذ بعدا غير الدين. تفضل خويا شاقور. شوف بوسماحه، حنا كي نقولوا للصح نقولوا للصح، نقولوا للواقع والحقيقه. حنا ما عندناش مشكل مع المغاربه، حنا عندنا مشكل مع العبيد اللي شراهم مولاهم اسماعيل في 1672. انا كون نجيب لي مغربي ما عنديش مشكل معاه، نقدر نداوس معاه هكذا، بصح انا على بالي باللي ما يغدرنيش. راك فاهمني خويا؟ حنا عندنا مشكل، مام هما على بالهم بهذا الشيء. لو كان تعاود تولي برك لي فيديو تاع 2011 نهار اللي خرجوا طالبوا بالحقوق تاعهم، شكون اللي خرج يضرب في الشعب بالموس؟
هادو هما العبيد العياشه. وثم التكريات، هادو العبيد باش حبوا يبينوا روحتهم ويفرضوا روحتهم، كريا واحد الحركه وسمى حركه شباب الملكي. فهمتني خويا؟ هما اللي راهم يسبوا في الجزائر، يسبوا في الرموز الدوله، ويسبوا في الشهداء، ويسبوا في الثوره الجزائريه، هما مع ما زادوا داروا اليد في اليد مع اللي حاوزهم في ال75 هذاك بومدين الله يرحمه. الله يرحمه. فهمتني؟ ترحيب. مام شوف، مام الشعب فاق، الشعب فاق كي عادوا يقولوا لهم الزليجيه راهم يتحداو فيهم، راهم يتحداو في العبيد هذا، تسمى ما بقاتش. ونزيد نقول لك حاجه، شوف تاريخ المغرب شكون اللي يقدر يسيكوسي الاسره العلويه؟ هما العبيد. علاش؟ خاطش العبيد من البكري يديروا لهم هذو الانقلابات، نهار اللي يشوف باللي ما عندوش فايده مع هذا الاسره العلويه يسيكوسي الحاله، يبدا يدير في الفوضى والمشاكل. وشكون اللي كونتر هادو المخزنيه؟ فرنسا. خاطش شوف تروح البند الثالث من البنود الحمايه، اصبر لا ربي ونلقاها دوك نجبدها، تلقى واش تحمي الملك، تحمي الملك وحده، وتحمي الوطن تاع الملك لأي عدو خارجي، وتحمي ولي العهد برك، ما تحمي الجيش، ما تحمي الشعب، ما تحمي حتى انسان. فهمت كيفاش؟ يعني اليوم فرنسا راهي تحمي في الاسره العلويه برك، تسمى عندها مشكل مع المخزن، والمخزن اليوم راح يستغل الظرف في الازمه اللي راهي صاريه في فرنسا. فهمت بوسماحه؟ بون ما باش كيفاش نجيبها لك اكاديميه، انا ضربتها لك شغل فلاحي. انا تساعدني الطريقه هذه شاقوره، كما قال لك الطريقه هذه يفهمها الاكاديمي والمواطن الصغير والكبير، ماذا بينا نتكلموا بوحده. والفلاح انا نركز توجور على الفلاح اللي يفهم، لازم فلاح. فهمت كيفاش؟ هما شوف علاش الظرف اللي راه كاينه ازمه في فرنسا اليوم راح تنوض مظاهرات في المغرب، لانه اليوم المخزن راه يخدم مخطط تاع بن شاباط تاع 2020، واليوم اليهود جاو يسترجعوا اراضيهم ويكسروا الاسره العلويه، كيما هذاك رشيد اللي اسس الدوله العلويه، قتل لهم جدهم هارون بن مشعل في 1630 نورمالمون، اللي اسس الدوله اليهوديه في تازا. فهمت بوسماحه؟ راها مشربكه، وان شاء الله هادو العبيد يروحوا والاسره العلويه تروحوا، ونبقاو عايشين لاباس بينا احنا خوتنا المغاربه، احنا والله ما عندنا مشكل، ما عندناش بروبليم والله، ما عندنا بروبليم. ان شاء الله تكونوا والله الا مبارك فهمتوني برك. شاقوره طيحوا لي البارح انا على هذه الهضره، بصح معليش بنادم يتحمل شاقوره اخويا الشاب يقول شاقوره كاس العالم يا جدك تحلم به حياتك كلها. واسمعها. تفضل خويا عبد الرزاق. الله يعطيك الخير. مساندة البند الثالث، مساندة السلطان ضد أي خطر أو ثورة تهدد شخصه أو عرشه أو بلاده يجري ذلك على خلفائه. هذا البند الثالث من الحماية الفرنسية على المغرب. ما يحموش الشعب، هما جاو ضد الشعب، باش يحموا الملك. اكزاكتومون. تقدر انا نتبع معكم، ماناش نخليكم وحدكم. شوف انا راني نطرح عليهم السؤال. هذه احتجاجات هي بوادر الخير على كل حال، يعني كما نقولوا بين قوسين الحدث تاع كابو سماحه راه صدق. دقيقه خويا عبد الرزاق، راه كاين معنا واحد منير 48 يعني وجدي، يعني نتحلب لك باللي من المغرب، اذا راك باغي تسب في التعليقات، باغي تطلع تتناقش مرحبا بك، فرصه. انا داي نظره مليحه على الوجاده، ماذا بيا اي وجدي يكون فيه شويه الدم تاع العياشي يكتب عياشي وافتخر، ما تزيدوش تشوهوا الصوره نتاع الوجاده وتشوهوا الصوره نتاع الريافه الاحرار. ما تكتبش ريفي وتطلع تقول عاش الملك وتمارس العبوديه. دير عياشي وافتخر ومارس العبوديه، مرحبا بك. باغي سب في التعليقات، ما غادي يتبدل فيك والو، خاصك فرصه تعبر على الصوت نتاعك، مرحبا بك. ما يعطيها لك لاردوان فروخي، ما يعطيها لك سنايبي، ما يعطيها لك حتى واحد. الذباب الالكتروني راك تشوفه هنا يقول لك غنظموا كاس العالم. كاس العالم فاش غادي تنفعك انت؟ كريستيانو نتايا غادي تلعب بالو، ما عندكش حتى باش تتفرج.
باش تتفرج ما عندكش، باش تدخل للصطاد ما عندكش، اجيو تكذبوا على الناس هنايا. زيد لك البند الثاني من المعاهدة: أقرت قيام فرنسا باحتلال الأماكن التي تراها ضرورية في المغرب بدعوى حفظ الأمن وسلامة التجارة. يعني في بلادهم وما عرفش لهم فيها شنا وين الشنا، فيها تسع الرزاق والإخوة اللي راكم متواجدين معنا، المخزن مورث لهاد العياشه ومورث لهم واحد العقليه معيشه في واحد الكولوار باه يغض البصر على الحقيقه، ما يشوفش الحقيقه. توجور موهمين انه عنده قضايا وطنيه لازم يسترجع الصحراء، وراه في مجلس، راه في لجنه تصفيه الاستعمار، وترامب اعترف لينا وغادي نديروا علاقات، وماكرون اعترف لينا، وفلان موهمينه عايش في الوهم. ومن بعد غادي كي نكملوا الصحراء الغربيه نسترجعوا الشرقيه، ومن الشرقيه نسترجعوا البنيه، ونديو المحيط الاطلسي والحدود ديالنا لنهر الصين، وهو عايش في البحر. هكا موهمينه يشوف في القمع، يشوف كل شيء، ما عندهش حتى حاجه. انا كي راني نتكلم معاك هكا، انا مانيش نقول لك انا الالمان ولا انا خير منك، بغيت تبغي ولا تكره. الامور اللي راني طيحوا الملكيه وروحوا نعطوكم الشرقيه ماشي مشكل، طيحوا كونوا رجال برك. ما عندها ما يدير الغربيه وسبتهم ليليه. شاقوره لو كان يطيح الملكيه هذه تاع الشعر راح تفتح لك الحدود، تدخل وتخرج كي بكري نورمال، غير موهمينك ويكذبوا عليك. انت ما عندك سياده، واذا راك تخمم على بلادك ايران مقسمه، قسمتها لك الامارات وقسمها لك كيان صهيوني، وبانين لك قواعد عسكريه امريكيه في بلادك، وفرنسا تتحكم فيك. هادو هما الفرق اللي ما بيناتنا. انا راني نتكلم لك على الحريه، نتكلم لك على الكرامه، هاد الامور اللي ما تقدرش تشريهم بالمال. بوسماحه على بالك راهم الاعتقالات دايرين حاله يا اخو. شوف خلي هذا الوجدي يطلع يطيح لنا، ما نخليوه. اما نطيح لكش ابو سماحه. شوف منير، السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام ورحمه الله. شوف منير دقيقه، شوف بغيت نصحح لك دقيقه برك منير، دقيقه منير، الله يسترك دقيقه. شوف معايا هذا الفيديو قبل. شوف الآن يتم اعتقال المناضلين، الآن يتم اعتقال المناضلين، الآن يتم اعتقال بعض المواطنين. عباد الله واش رايك؟ واش قال حيدوا سرواليه؟ بغيت نصحح لك واحد المفهوم نتاع الزلايجيه في المغرب. الزلايجيه يعنيو بها حنا المغاربه من نقولوا شي واحد زلايجي، وهي انها غبي. فهمت؟ ماشي على بالي انا ما بغيتش نروح في هذا السياق ولا نشرح هذه الكلمه، غير زعما بغيت نفهم لها. واه اسمع لي منير، احتراماتنا لاي حرفي. ما هنا في الجزائر عندنا ناس حرفيين، عندنا ناس تخدم البلاط، ناس تخدم الزليج. زلايجي يعني يوصفوه على اساس غبي ما عندكش في الراس، زعما كيما نقولوا زليجه. انت عقلك زليجه، فيه زليجه مزلج. فهمت؟ لا قسما بالله انا راني مغربي ونهضروا. انا نهضر معاك. انا شفت هذوك اللي عندهم منصات كبيره تكلموا على الشيء هذا، قال لك حنا في معاناه وانت تقول الزليج والقفطان تاعي، سماوكم الزليجيه. هذا ماشي على هذيك والله ما على هذيك. اسمع يا منير، ما تهمناش سموا الزلايجي، سم العياشي، سم والمهم ما تهمناش. اسمع المهم اسمع، الناس هذه اللي راهي طالب بالحقوق ديالها هكذا وخارجين مظاهرات يوم 27 و 28، انت واش رايك؟ تخرج ما تخرجش؟ ما يخرجوش. علاش يخرجوا اخويا؟ اللي يخرج ياكل العصا، لا خاطر هاد الناس هادو باغيين باغيين يوليو. فهمت؟ في البلاد باغيين يديروا الفوضى، باغيين يديروا في الناس، تهدد في الشعب. فهمت؟ اسمع بارك اخويا، نموتوا على الملك. اسمع يا منير، انت راجل انا راجل عليك صح. معليش راجل عليا. يا بين لي اسمع، افتح الكاميرا ديالك وقول هذا الكلام اللي قلته دوكا. يلا واش نقول؟ قول اللي كان اللي يخرج ياكل العصا. يلا قول هاتو. كبروا لا ما غاديش الفضيحه. يلا ها يا منير، غادي تسجلني.
لا ما سجلكش والله ما سجلك، ها نديها بعد. وقال لي خرج ياكل العصا المالي في وقت الحسن الثاني. يا اخي قلت لينا راجل، يا اخي قلت لينا راجل، يا اخي قلت لينا راجل. علاش تسجلني درك؟ لا انا من غادي ندير الله يرضى عليكم خلينا منير شوف راك طالع معنا في لايف، ما كان اللي غادي يقمعك، ما كان اللي غادي يسبك، ما كان اللي غادي يطيح لك اذا احترمت نفسك. احترم راسي، احترم. ما قلنا لك حاجه ماشي مليحه منير. المهم دانيال انت راك غير تنقز بزاف. شوف منير، لا منير عاود يا سيدي، اسمع عاودها برك، عاودها برك الكلمه هذه اللي قلتها، عاودها برك. تخوفتوا دانيال، فلحتوا انت. اصبر الروينه في البلاد ياكل العصا من الاخر. ماشي الروينه، انا قلت لك الروينه، قلت لك اني نهضر لك على الناس اللي راهم يطالبوا بحقهم، مش دخل روينه خلاص. طالب بالحق ديالك دانيال، صرات غلطه بالسلميه ماشي بالفوضى، ماشي تهرس ودك وطالب بالحق ديالك. منير دقيقه اخوتي، واش رايك نتايا في هذا اللي راه يقلع على الاعلام تاع فلسطين؟ انا كنت نسمع هنايا المراركه كيجيو ويقول لك حنا نديروا المسيرات وانتم ما تقدروش ديروا المسيرات وما تقدروش تضامنوا مع فلسطين. هذه الشرطه نتاعكم. واه فلسطين اخويا انا غادي نمشي معاك على قد كلامك. فلسطين شي دوله عربيه دارت لها شي حاجه ولا بقات في الاعلامات والشعارات الخاويه؟ خلينا اروح نهضر معاك، غادي نمشي على حساب عقلك، رانا نتحداو بعضياتنا، رانا في واحد الموقف تاع ضعف. الدول العربيه والمسلمين بصفه عامه راهم في موقف تاع ضعف. وصلنا لواحد الوقت اللي ولات الشعارات هذه اللي تتكلم عليها والبلابلا بصفه عامه ولات انجاز. يعني الانسان اللي يقدر يتكلم ساعين. انايا عندي السيد عمار بن جامع في مجلس الامن، ماشي في مقهى ولا في لايف كما رانا نتناقشوا هكا، في مجلس الامن وجها لوجه امام الكيان الصهيوني وامام امريكا، قدر يوصل الصوت نتاعه والصوت نتاع الشعب الجزائري، ممثل الدوله الجزائريه، يعني يمثلنا حنايا ثاني كشعب جزائري، ويمثل الموقف نتاعنا، عبر على الموقف نتاعنا تجاه هذا الكيان الغاشم اللي هما اليهود. الكيان ما كانش اللي دروك يقدر حتى يوصفهم بالكيان، رجعتوا تقولوا لهم اسرائيل. يا خويا هذا الشيء اللي راك تعتبره انت شعارات، الوقت الحالي راه يعتبر انجاز. يا خويا وريني الشعارات اللي دارهم بوريطه، ولا وريني الشعارات اللي دارهم الملك. بصح خليني نهضر خويا ابو سماح. تفضل. حنايا شحال خرجنا في المظاهرات، خرجوا بزاف المغاربه، ماشي مره ماشي زوج. انتم الجزائر ما خرجتوش حتى مره. المساعدات فكرة تاعك وصلتني. انا كمواطن جزائري، ولا خويا دانيال شاقوره، ولا اي واحد راه متواجد معنا هنا جزائري، واش هي الكلمه اللي عندها وزن؟ واش السيد عمار بن جامع في مجلس الامن، الصحافه العالميه، قنوات تلفزيونيه، شكون اللي راح يوصل الصوت نتاعه؟ راح يوصل الصوت نتاع ممثل الدوله، ولا راح يوصل الصوت تاع مواطن اللي يدير مظاهره في الشارع؟ انا نفهمك. حنايا واش نتوما صيفطتوا شي مساعدات ليهم ولا ما صيفطوش؟ عمركم صيفطوا شي مساعدات؟ هان على الشيطان. هذه اول حاجه. ثاني حاجه اسرائيل ما دارت لنا والو، ماشي بحالكم نتوما طردتوا 75,000 نهار يوم العيد الكبير، طردتوا 75,000 مغربي نهار العيد الكبير، خليتوا الحواله ديالهم حنا وجانا، طردتوا لنا لافامي ديال. خليني غير نهضر الله يرحم الوالدين، خليني نهضر خاطرك مضطر انت. نكمل لك الفكره وهضر اخويا، راك باغيني نهضر. روح نهضر معاك. اسرائيل ما دارت لي حتى شي حاجه. اسرائيل ما قطعت عليا غاز، ما قطعت عليا ضوء، ما قطعت عليا ماء، ما قطعت عليا اجواء، ما دارت لي حتى شي حاجه. واش دارت اسرائيل؟ ولكن نتوما هما اليهود قطعتوا علينا الغاز، الضوء، الجو، الماء، طردتوا لنا 75,000 في الاخر. واش وتقول لي انا اخوك مسلم؟ عاش الملك، اللي بغى الملك انا نموت مع الملك، كان فري ومقوده عليا. عاش الملك راه عايش. منير انا اللي راه عاجبني الحال، راك تستعرف باللي قطعنا عليكم الغاز وقطعنا عليكم الضوء وقطع. يا انا اللي راهم يجيو عندي هنا يقول لي حنا سويسرا تاع افريقيا والملك ديالنا مهلي فينا وكناكلوا السمك وعندنا جوج بحور وكناكلوا البنان وعندنا الطوبيسات وعندنا الطيجين. الحمد لله خير موجود.
هكبط في وحده يا قطعت عليك الغاز يا الخير موجود. غير فهمني والله يا انا بوسماحة. انا قلت لك جوست اللي درتو نتوما مع المغرب ياك خوك مسلم يا خويا مسلم هذا حنا خوتكم مسلمين حنا شعب واحد. لا الملك المطبع خويا المسلم راه يقول عاش الملك المطبع. يا خويا انا نبغي الملك نموت على مالكي انا جيت في بوطي وجيت حارب هنا وكتقود عليا في البلاد. ما تلومنيش انايا ما تقوليش خويا انا قول عاش الملك قول عاشت دقيقه دانيال قول عاشت اسرائيل تمشى بالعقليه اللي تساعدك ما تجيش تلوم. انا نكره اسرائيل نكره اليهود دبر راسك هذاك الشيء شغلك هذا تكره اسرائيل شغلك هذا اليهود مقول عليه اسمع منير نوري لك برك انت راك تسقسي تقول الجزائر ماذا قدمت لفلسطين. هاك نجيب لك انايا يعني شاهد من اهلها سمعت هذا صوصي كما تقولوا نتوما وراه يعني صحفي معروف وينطق باللغه العربيه ويتكلم باسم الحكومه الاسرائيليه. اسمعوا شو يقول. لان الجزائريين بيحبوا يعني سمعت عن الشداد يعني بيحبوا يطلقوا تصريحات وبعضهم عايشين في عهد جمال عبد الناصر عهد القومية العربية ودائما ضد إسرائيل في المحافل الدولية. مش نحن ضدهم يعني بس لازم تفهم الصورة. لماذا أقول العدو الجزائري؟ الجزائر دائما تهاجم إسرائيل في المحافل الدولية وهي تدعم الفلسطينيين ماليا وهي وفق القانون الإسرائيلي دولة عدائية دولة عدو وهذا الشيء ما فيك تنكره. هي انا يغيظني شوف انا كي نشوف واحد من مراكش ولا من اكادير ولا من مكناس ويقول عاش الملك والله الا نطفي عليه الضوء. بصح هادو تاع وجده وانا علاش خليته يهضر بعضمة لسانه قطعتوا علينا الغاز قطعتوا علينا الضوء قطعتوا علينا. يا ودي انت ما على بالكش بالجانب السياسي ما تهدرش هكا في اللايفات خاصه اللايفات الجزائريه. قول باللي كناكلوا السمك قول باللي الملك مهلي فينا وعندنا كل شيء والحمد لله وكنبنيو الملاعب. شي هنا تقول لي طردتونا مادامكم يا وحده الطحاحنه تقولوا باللي تقولوا تحيا اسرائيل وتقولوا اسرائيل ولا نتوما وتقولوا هذا الكلام هذا والله غير النفس لو كان لقاوها نقطعوها عليكم. ماشي غير الغاز يا ولاد الحرام يا وحده الصهاينه يا اللي ما تسواوش راك فاهم. روح عند الصهيوني ويجيب لك الغاز يا طحان الكل. روح عند الصهيوني يجيب لك الغاز. دانيال درنا واحد الفيديو معاناة المطرودين في المغرب من بعد ما طردوهم تشوف المعاناة تاعهم. علاش ما يقولوش الملك ما دارلناش ياك راكم في بلادكم والملك ملككم الا تسبوا في الجزائر. ديرنا على بالك باللي زاد حاوزهم حسن الثاني سكنهم في واحد الكوري ومحمد السادس خرجهم من الكوري هذاك كاع ساكنين في الكوري ودايرين سيباراسيون بالكرتون. كان واحد الفيديو ديقه بصح ما يسبش محمد السادس يسبوا الجزائر. طالع معنا هنا الشاقوره طالع يسب فينا وكانه انا المخزني اللي راني نقلع عليه الاعلام تاع فلسطين. خاطيني صح. دانيال كان خلعوا قال له افتح واللي حص روحو انفصالي ياك هو مؤيد نورمالمون يفتح ويخرج صدره. ما خلعتو ما والو ولي قال لنا راجل هو قال لنا راجل هاك كمل في الرسمه تاعك. دانيال قال لك راك تنقل واللي حص روحو انفصالي. يا اورو انفو مرحبا بك تحيه كبيره لك خويا. ربي يحفظكم شكرا جزيلا. السلام عليكم الاخوه الاحرار. سلام سي دانيال توحشناكم بزاف. الله يعطيك الخير خويا اورو انفو مرحبا بك خويا العزيز. ربي يحفظك دانيال والله دائما تعطيهم البراهين والادله على المباشر. الله يعطيك الصحه. وهذا هذا الحمار عمري انا ما طيحت في اللايف بصح هذه الاول مره ياك في التاريخ وغادي يشهد عليها وغادي يديروا كابتور. هذا الحمار اللي طلع وغادي يقول من جهه يقول باللي قطعتوا علينا لا بسمح هناك حمار تطيح عندك. لا اروح عندي عمر انفو حتى يكلم ونصحح المعلومه. دانيال نحشم منك بزاف ونحترمك بزاف ونحترم سي بوسماحه بزاف ونحترم الاخوه الجزائريين.
ما كون راني راسي كون يخلوني راسي في راسهم ما نعرفش نقول لهم. راك فاهمني. على بالي باللي غبنوك هنا اروح عند ما يقبلونيش نغبنهم. بارك الله فيك. ان توكا الله يعطيك الصحه دانيال. هذا الفيديو اللي وريته لهم على المباشر والله لا يفتح القلب ويفتح الشرايين. راني معاكم. نبغي نسمع البوسماحه وضرني هذا الوجده هذا مش عارف من وجده هذا ضرني. قليل ما دخلوا السميت، قليل ما دخلوا ليسونس، قليل ما دخلوا لهم هذا انفو الميزيريا راه تهضر فيه. ما سمعتش كي قال لك قطعتوا علينا الغاز، قطعتوا علينا الضوء، طربتونا. وكي قلت له انت قلت له حمار، بغيت غير نصحح لك المعلومه. كي قلت له حمار كبرت به. ما سبيته ما والو، انت كبرت تما راني غلطت واقيلا، راني غلطت. بارك الله فيكم. زيدوا كملوا راني معاكم. احتراما لخوتنا المتابعين، ونقسم لك بالله على بالي حتى انا نحترمهم ونحترم اللي راهم متابعينك الجزائريين الاحرار. نقولها ونعاودها، وخاصه اللي راهم معنا. وبارك الله في دانيال دائما يعطينا هاد الفيديوهات. والله نفرح كل ما يخرج لهم فيديو نفرح ونعتز ثنائي الخطير دانيال وبوسماحه. ثنائي خطير بزاف. خاصني ندير عليهم فيديو كي يطلع هنا يحس روحه. اسمع، يحس روحه دار مشكل كبير العمر. كيما هذاك مقبلات على بالك واش كان يتمنى تضرب زلزله، فاهم؟ هذاك المومون وسوستو هذا الوجدي دانيال، وسوستو العياشي هذا وجدي عياشي وسوستو عاد تحس روحه شغل انفصالي. قال لك علاه نفتح علاه. ياك انت بالك خرج صدرك. وخاصة من ضغط عليه ضغط كبير دانيال. افتح من جهة بغى يفتح ومن جهة عاود طلق روحه. المشكلة بداك اغبياء هو لا فوتو تاعه دايرها في الكونت نتاعه، الكونت الحساب، الصورة اللي دايرها في الحساب تاعه داير صورته، قال لك ما يفتحش. صح، وهو راه يبان. اسمع، المرة نكال اي شام تحت قاعدين يكومونتيو يقولوا له ما تفتحش، راح يسجلوك ما تفتحش. بس واش راح يسجلوه يا اخي؟ هو راه قال باللي اللي يخرج يعطوه المطرق، يعني راهو مع النظام ومع الملك. واش يسجلوه؟ بالعكس يقول لك هو سجلني وحطها وقول. راك فاهم؟ بس دانيال هذه يحاسبوه عليها تاع اللي يخرج ياكل العصا، يعني راه يروج لواحد الفكره تاع ما كانش حريه التعبير في المروك، كان يتكلم الحقيقه. هو لو كان واحد العياشي بروفيسيونال كيش يجيبها يقول لك دابا احنا ما نخرجوش ضد المملكه ديالنا وضد الملك ديالنا ومهليين. السلام عليكم. كاينه حريه التعبير ابو سماحه. كيفاش يعطوك الاختيار تخير القرعه اللي تقعد عليها كيما تحبها كبيره صغيره الاحجام كلها هذه داخله في اطار حريه التعبير. الماحي زاد. الماحي كما قالوا المراركه بالخلطه بالشلطه. شوف اللي عندي لكم خبر، انا جيت سبيسيال عشان الخبر هذا. تعرفني نحب نبارطاجي معكم الاخبار الجميله. الشرطه الفرنسيه توقف حراق جزائري حاول الاعتداء على الاميره لالا مريم في ملهى ليلي بباريس. انا كل شيء غادي ننساه. غادي نركز على لالا مريم وملهى ليلي. اسمع، والمشكله وين؟ باش يغطوا على انه اميره اخت امير المؤمنين قاعده تسكر في بار، قال لك جزائري اعتدى عليها باش يلهوهم جزائري. ضرب زوج تاع لي كارت كور. معليش يا سيدي، الراجل تاعنا لي كارت كور دخل فيهم. تاعنا احنا كان يدير في كعبات، ولا لكم مريم الشريفه واش كانت تدير ثم هاي. وهذه باش تكونوا على بالكم داخل الموضوع. دانيال داخل الموضوع، كنت تقرا داخل الموضوع تقرا غايه الغايه. راهم زايدين كاتبين لا هم مش عارف كيسموها الشريفه، زايدين الشريفه. راني درت عليها فيديو في سور فيسبوك ودايرين الشريفه، وهذه الشريفه هما زادوها في اسبريس هذه اللعينه. انتم ما فهمتوش. هما كاين في الكباري كاين صندوق الزكاه، راح تمد الزكاه في الصندوق هذا ما كان. دانيال قلت لك زاد دخل في زوج تاع لي كارد كور. سمعتني؟ انا نقول لك حاجه، هذه اعتاد دخل فيهم ديري. شوف هذه جزائري ما يروحش يدنا المراه. انا نقول لك
هذه بالك كانت جايزه كاش ما لاح لها كاش عرسه هكذا. صح. هاد الاخلاقيات دانيال هذه تاع ما يدناش المراه ولا في الحياه العاديه، ماشي في كاباري ولا ملهانيلي تتوقع كاع الامور. راه تما الخمر ام الخبائث، تلقاها في مكتبه ولا تلقاها في بار وشي. انا عقلي ما يروحش مع جزائري ولا لربما الفعل اللي قام به. هاد الشيء تشوفه في كاع البلدان، لاغريسيون ولا راجل يشرب الخمر ولا. انا نشوف لالاهم سلمى، هذه لالاهم مريم، وانا نقول عندهم لالاتهم بزاف. ناكد على لالاهم مريم، وفي ملها ليلي في باريس. بالك بار حلال واسمعها، بالك بار حلال بير رسول الكل. لا كاين واحد المغزى باغي نعطيه لك خويا الماحي نبارطاجيوه مع خوتنا في صورة يوسف. لما ذكرت السيدة زليخة في الآية قال لها امرأة العزيز، كان قادر رب العالمين يذكرها، يقول لك السيدة زليخة. ولما تكلموا عليها النساء باش يوضحوا عظمة المكانة نتاعها، قال لك زوجة العزيز. هذه زوجة امرأة العزيز. امرأة العزيز هذه فيها شحال من معنى. امرأة العزيز الأولى يعني مرت راجل، ماشي مرأة عزبة ولا عذراء. الثانية ماشي مرت نامبورت كي، مرت العزيز، عزيز مصر، يعني فيها عدة معاني. هذه هي اللي انطبق عليها هذه تاع لالاهم مريم. يعني هذه ماشي سنغولية، ولا السنغوليات معروفين بهذا الشيء هذا. يعني هذه اللي العياشي يقول لك لا ويسلم لها على يديها ويركع لها ويسجد لها. بوسماحة قاست مباشر من طنجة فوضى. والله يا أخي ما نتمنى لهم الفوضى، نتمنى إن شاء الله رب العالمين ينصرهم، وإن شاء الله شكون اللي يضحك؟ شكون اللي دار نيقيو؟ أوصلها معي كالم أنت. طب يسقسيك الشعب الفكروني العظيم ابو سماحه، شد التصويره تاعها والجهه هذيك تبان لاهم عينيها بجقلين من الكيف. شت عينيها من كي دايرين ولا مالك؟ ما يهمنيش انا، تهمني السمعه نتاعها والمكانه نتاعها عند المراركه. المكانه نتاعها عند المراركه اخت امير المؤمنين، امير المؤمنين في ملها ليلي. والكارثه حافظه الرسول محمد. حامي المله والدين. أودي من نيتك وشيء هذا هذه إساءة الخير الخلق الحيوانات. هما راهم يقولوا احنا خاطينا. والله يا خوتي الكفر ليس بكفر. صح. انتم ما فهمتوش علاه كتبوا الجزائري في الحكايه هذه، علاه دزوا فيها الجزائري درك باش يلاهوا العياشه، على حكايه انه نعم باش يغطوا الفضيحه. هذه الملهيات. اي جزائري اي موضوع جزائري ما يسالوش يقولوا هي واش راهي دير ثم في البار، هما يقولوا الجزائري قام بالاعتداء عليها، ويبدو يستدخل لها بالفرفاره. واحد تسمى هكذا يتسمى كاع يشربوا. عندهم جدهم كان سكايري عبالك. واحد المره قاعدين نقروا في كتاب تاريخي مع خونا الزين، حتى جدهم كان سكايري. مصيبه ذوما، راه معارك تاع سكايريه كامل، كان يلعبوا حتى الريري قبل. هذه ثوره وراهم يقوموا بها. اذا تشجع الشعب هذا المغربي، نتمنوا له رب العالمين ينصره وناض ضد هذا الطاغيه، هذا الملك هذا الطاغيه، وبغاو يعيشوا شرفاء ويعيشوا احرار كما جميع شعوب العالم. بكري لربما ما كانش كاين مواقع التواصل الاجتماعي، ما كانش كاينه تكنولوجيا، ما كانش واحد كان جايب لهم خبرهم. يعني كانوا عايشين العبوديه ويمسحوا الصباط بكل اريحيه. اما دروك رانا في سنه 2025، يعني العالم راه قريه صغيره. المروكي ولا يحشم بهذه الامور، اي قاس يروح له اي بلاصه يمشي لها يعايروه بالعبوديه، يعايروه بالمسيح تاع الصباط، يعايروه بالدعاره، يعايروه بهذه الامور هذه. ولهذا من حقه ينتفض، من حقه. كانوا طاغيين عليهم هنا الذباب المخزن يجي قال بالنار يصنع المظاهرات المسيرات، ودابا الموقف ديالنا الملك ديالنا رئيس لجنه القدس السيد ما خلينا شير في حتى الاعلام تاع فلسطين، وصلت حتى لهذا الامر هذا. وكانوا يقولوا التطبيع، كانوا يقولوا هذا التطبيع سياسي ودبلوماسي ومن اجل تطوير الاقتصاد. واش دخل المواطن دروك؟
المروكي يعني راك تقول لي انت مسلم من حقك انك تتظاهر وتبدي التضامن تاعك مع فلسطين. تجي تقول لي انت ما درتش مسيرات، انا علاش ندير مسيرات؟ انا راه عافيني من هاد المسيرات، راه عافيني منهم السيد عمار بن جامع واحمد عطاف والدوله الجزائريه عفاتني من هاد الشيء هذا. واش انايا نجيب كلمه في مجلس الامن المظاهرات تضحك عليا؟ نتحداك تخرج دير مسيره، عندك الحيوانات. انا ما نخرجش ندير مسيره، انا عندي الدوله نتاعي تمثلني، والموقف تاعي الموقف تاع الدوله الجزائريه تجاه هذا الكيان الغاشم وتجاه القضيه الفلسطينيه نتشرف بها بشهاده العديد من الدول يا السنغولي الحمار. انت تخرج دير مظاهرات لخاطرش الملك تاعك مطبع، تخرج تبرأ نفسك باللي انت مسلم راك ضد التطبيع وراك مساند خوتك في فلسطين، ولكن راك تتعرض للقمع. عندك ممنوع دير مظاهرات، ممنوع ترفد الاعلام تاع فلسطين. انا علاش نتكلم؟ علاش؟ واش الكلمه نتاعي راه عندها وزن على الكلمه تاع السيد عمار بن جامع؟ انا راني في لايف السيد عمار بن جامع في مجلس الامن وجها لوجه قدام الكيان الصهيوني وقدام امريكا. نمشي نقارن نفسي انا بكلمه تاع دوله؟ نتكلم بوسماحه خرجوا، والدليل انه رئيس الاسبق خرج شيباتنا، خرجوا بارتو. قول له نتحداك هنا في لايف الى انت رجله، قول له حيي لي ابو عبيده واهدر في حماس وشكر لي حماس. يا خويا الشاقوره انا نقبل هذا التحدي نتاعك، هذا اللي راه يشرك فمه في التعليقات يطلع هنايا لللايف ونخليو هاد الخلافات جانبا وهاد الحرب الاعلاميه وهاد الامور ونوليو خاوه. غادي اليوم نديروا اللايف خاوه. اطلع يا خويا نشنو هجمه اعلاميه على الكيان، اطلع ننشروا في اليهود. اطلع هاي الهضره، اطلع مرحبا بك خاوه. حنا النظام كان مغلطنا والكابرانات كانوا مدخليننا في حيط، ودابا خاوه وكتجمعنا كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، وداك الشيء ديال الحكومات وداك الشيء ديال الانظمه حنا ما عندناش فيه. مرحبا بك، اطلع هنايا منشروا في الصهاينه. ياك البلدان الاوروبيه سي بوسماحه اعترفوا بدوله فلسطين، اي يطلعوا يعترفوا هما ثاني كشعب كمواطنين مغاربه كما قلت. بارك الله فيك. اطلع ما عندك حتى مشكل، هذه قضيه الفلسطينيه كفار وراهم يتضامنوا معهم من باب الانسانيه. شفنا ناس من بريطانيا مواطنين من جميع دول العالم كفار ملحدين وتضامنوا مع خوتنا اللي راهم يتعرضوا للتجويع والاباده في غزه. يا خويا انت راك تقول انت مسلم وانا مسلم وفرقت بيناتنا السياسه. يا خويا اللايف هذا اليوم يجمعنا خاوه، طلع نمنشروا كما قال لك في الكيان الصهيوني، وطلع نتضامنوا مع خوتنا في غزه، وبين لي الموقف نتاعك تجاه التطبيع. قال انا راني ضد التطبيع وضد الشيء اللي راهم يتعرضوا له خوتنا في غزه. بسم الله، تفضل الشريف. لايفك خاوه تعليقات وما كانش، راه خايف غير كاش واحد يكتب عاش الملك نقول له مرحبا بك. ياسين مرحبا بك خويا. بوسماحه يرحم بابا قول لهم يديروا لنا ابوني، بعثني منا ديريكت نفتح لايف. قول لهم يديروا لنا اذا بغيتوا فضلا وليس امرا. راكم سمعتوا النداء تاع خونا الشاقوره وراه غني عن التعريف، والله لا يستاهل. شاقوره مسكين ما عنده زهر، راه داير 100 حساب، الحساب اللي يديره هي حمروا لنا وجهنا الله يعطيكم الخير. خونا الشاقوره سون بليس نشوفوا شحال عندك. شحال عندك من الكونت ولد عمي؟ هذا كونت جديد ولد؟ راه عندها 400 بالك شاقوره. يا جماعه راكم 1400 خاوتنا، والله غير بحثوني منا نفتح لايف. يستاهل شاقوره والله لا يستاهل. انا انسان كما قال لك. والسلام عليكم، كي راكم؟ السلام سي ياسين. تحياتي للجميع. والله غير شي مليح هكا، عاونوا بعضياتكم. خلي الشاقوره يفتح لايف، خليه يدرز، عاونوا بعضياتكم. هاي الخيمه الكبيره راكم تلاقاو في الخيمه الكبيره هنايا. هاي الخيمه الكبيره تاع السي بوسماحه، منا يهود يدرز، منا تهود الدرز نيشان. هكذاك تحياتي لكم جميعا. اليوم انا درت لهم سهره تاع غناء، درت كاع الغناء تاع الولايات، درت لهم اليوم سهره في الشباب. علاش؟ قالوا لي راهي نايضه عند جيراننا اللي من هيك الهراوه. هيا قلت لهم احنا نشطحوا، حنا نتفكروا التراث تاعنا، تفكروا الاغاني تاعنا. جبناها عاصمي وصحراوي وقبايلي، درنا القالمه الشاويه سطيف. يا ودي
بارك الله فيك. روعه روعه جاني حقا اورو انفو كان معايا. من داك ابو سماحه قلب لهم ثاني هكذاك دير لهم دي جي من داك بو سماحه ساهي الشباب، خلي الشباب يزهر ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله غير كرغولي عياشي العياشه عاش الملك نبدلوا شويه صاحبي. والله فكرتني يا ياسين. والله نعاود لكم النداء المره الثانيه. شاقوره انسان يستاهل، ما راه تاع تفاعل، ما راه تاع نش ما والو، انسان يدافع على البلاد واي واحد يدخل اللايف تاعه يستمتع. ياسين فضلا امرا الا بغيتوا حمروا لنا وجهنا ان شاء الله منا يهود يفتح لايف شاقوره. لا يتهلاو خوتنا الله يبارك. شوف ما شاء الله عليهم خوتي واصلوا هكذاك الله غالب. راكم تشوفوهم مثل خونا شاقوره كاع وراه فينا الاخر تلقى ما عندوش 5 6 حسابات. الله غالب تفتح بحساب يهبطوك وما تطيش تسكت، لازم تفتح بحساب اخر. فلما تصيب واحد محتاج ملك الاحسان تكلوا على الله. يسمح تفضل العزيز تفضل. ابوني عصر على الحساب تاعه هنايا درك عليه دوك تخرج لك هذيك البليس حمراء زائد ما تتعب ما والو. اختي فاطمه الزهراء ربي يحفظك على التعليق تاعك. ياسين نورت اللايف منور بوجود هاد الاساتذه هذا النخبه الله يبارك نقولوا عليهم نخبه حقيقه، نخبه في الفكاهه في ما شاء الله عليهم. هذو ثاني راه منورين اختي، وربي يحفظك على كلامك الطيبه العزيزه. تحياتي لك بنت الاحرار. ياسين فكرتني كي قلت لبوسماحه ديرنا خطره على خطره دي جي، تفكرت واحد الفيديو كان رفد قصبه. والله العظيم شوف لهذيك الليله الضحك اللي ضحكت على في غير ربي يبارك. والله يا خويا هذاك الفيديو درته على صحيفه لو موند ودرت فيديو هذاك الفيديو طلع سينيالاوه درت ما خصني نوصل الفكره تاع انه جريده لو موند عايرتهم وما قدروش يرجعوا عليها. حطيت الجريده مورايا خلفيه وقعدت نقصب. دروك ولينا حتى التيك توك ولينا نجتهدوا معاه. بوسماحه شتا دوك المخازنيه واش راهم يطلعوا يديروا فيها في لي لايف، راه يقول لك ندافعوا على الفساد ونواسوا ونديروا ونواسوا، بصح لازم نسقطوا الحكومه. راهم حابين الخرجه تاع 27 28 تكون حدها الحكومه، راهم يطلعوا عندك هذوك الناس. كاين زوج تاع العناوين والله لا نقطه مليحه. زوج تاع العناوين راح نسمعوهم، خاطر شكون ما تكون كاينه حاجه في المروك المخزن يوجه الاعلام تاعه للجزائر. الحاجه الاولى اللي راهم يروجوا لها مسيرات لاسترجاع الصحراء الشرقيه، هذه الحاجه الاولى اللي راه يروج لها الاعلام المخزني. والحاجه الزوجه راهم باغيين يقلبوا هذا الحراك هذا ولا هذه المظاهرات للجزائر، الخروج يوم 3 اكتوبر. يعني المخزن راه عنده شكوك انه الشعب المغربي راح ينتفض، راهم يوجدوا يعني هذا الشعب هذا اذا كما قال لك فك القيود نتاعه وخرج للشارع، راهم موجدين له لافتات. وهذه نصيحه للمغاربه الاحرار اللي راهم ناويين يخرجوا، راح تصيبوا اختراق من طرف المخزن. راهم موجدين لكم لافتات انت راك خارج على ضد الفساد وضد التطبيع، راح تصيب ناس رافدين لافتات مسيرات من اجل استرجاع كاس الصحراء شرقيه ولا غربيه ولا بنيه. المهم يخترقوا لكم الحراك تاعكم. والامر الثاني اللي ما تعرفاش، راه كاين منظمات عالميه، راه كاين تكنولوجيا، راه كاين تليفونات باه تصوروا. عندك حق انك تخرج مسالم، انت ما راكش خارج تهرس ولا دير كاش حاجه، ما كاش اللي يسالك. الشعب الوحيد اللي باقي عايش العبوديه هو نتوما، والشيء المؤسف انكم تدعيوا الاسلام. لا لازم والله بسمح انا اوافقك الراي في هذا الشيء، ووافق خاوتي ان شاء الله. انا شوف انا علاش قلت لك مشيت في هذا الطريق تاع انه شجعناهم وتضامنا معاهم مع الاحرار، لانني نشوف اصوات تتعالى. اقسم بالله لو كان نوريك واحد الفيديو والله لا وريته لكم يا جماعه. شوف ايماجينيو هاد الحادثه، ايماجينيو انا نخاطب المغاربه ماشي الجزائريين، ايماجينيو هاد الحادثه ونخاطب كذلك الجزائريين. هيا ايماجيني نتا حادثه كيما هذه توقع وين؟ في الجزائر، في بلد 1.5 مليون شهيد. كاين على كل حال زوج فيديوهات، نبداو بالاول. اذا سمحت لي بوسماحه كبر لي برك الشاشه الله يجازيك خير. العزيز ربي يجازيك خير خويا.
Bluetooth mode. كندير لكم بلوتوث باش تسمعوها نيشان. والله لا باش تسمعها نيشان. خوتنا اللي التحق بنا مؤخرا جديد ولا اذا بغيتو فضلا وليس امرا، خونا شاقوره الحساب تاعها هو هنا، الصوره تاع عمك تبون ابينو تما، خليو خونا شاقوره رانا ديجا نلعبوا ناقصين. شوفوا ايماجينيو هذه تحدث في الجزائر. انا حامله بهذه وجرى عليا في السبيطار ويهضر المدير في المستشفى كيقول لي سيري المنشوره سيري العخوي ديك الساعه تدفعوا علينا. لا يعطيك الصحه. وهي وحق صدق بلا. ايماجيني يا العياشي هذه الام تاعك ولا خالتك ولا اختك يجي مخزاني طبعها هكاك وهي طاعنه في السن وزيد مع حفيدتها. كارثه كارثه. راني نقول لكم خرجوا على جال الكرامه تاعك، انا ماشي نقول لك خرج تهرس، ما قلتلكش خرج تهرس، على كرامتك برك وخرج احفظ ماء وجهك. يعني الصحه ما كاش في البلاد وقاعدين نتبعوا في الكابرانات. حنا في الجزائر اذا وزير الصحه بناو مستشفى في العهده تاعو يعطيه الصحه، بصح نقول لك بلا مزيت الوزير، بلا مزيت الوزير راه دارها من دراهم الشعب الجزائري. حنا وزير موظف لدى الشعب، اذا دار مشروع ولا دار مستشفى يعطيه الصحه على المجهودات تاعو، بصح بلا مزيتو. واذا وزير النقل دار لنا سكه حديديه ولا دار لنا قطار ولا دار لنا شيء بلا مزيتو، ولكن يعطيه الصحه خويا، خدم اجتهد دار مشاريع برافو قولوا له احسن، بصح بلا مزيتو خويا. دراهم تاع الشعب هذه دراهم خزينه تاع الدوله الجزائريه، والدوله الجزائريه هي الشعب. فهمت العياشي؟ باه ديرها هنا مليح في راسك، ماشي كيما اللي قلت لي البارح محمد السادس رحمنا دار لنا تي جي في. يا هذاك حقك كيف رحمك هذا ولي حترجعوه لنا اله. نزيد لكم واحد الفيديو قصير شوفوا خوتي العياشي الحقيقي الداندو، العياشي الحقيقي الشياته كيف يضربها. شوف يعني الشياته وزيد ما طرحش عليه. دير فيديو خويا ياسين، نصيحه للعياشه اللي راكم هنا ما ديروش عليه، هو يدير لي فيديو نتوما سبونا احنا سبونا. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. شوف العياشي، شوفوا اللباقه تاع العياوي في باريس مع الشرطه الفرنسيه. شوف العزيز، شوف تمتع. يا هي الشكاب وما صدقتش بغا يضيعني ومالوش قتله. اليوم نقص علينا الهضره يا خويا نزعل الشهره. يا هي الشكاب وما العياشي سنيوه تاع حلوه رايح للبوليس فرونسيز، قال له لا يعرفوكم سحارين. على بالو بلي سحارين ورايح تشكم له هكا واش دي له قال لك ما ناكلش. عبا كون جيت انا كيما انت تفتح الارض ندخل لصاحبي. الله اسكت باردين. قلت تحياتي لكم. شكرا. عاد يدوروا بالسنيوه في باري.